الحاجة أم الاختراع، ولأن العراق في حاجة ماسة إلى الكهرباء التي تنقطع عن المنازل لمدد تصل إلى 20 ساعة في اليوم، فقد ابتكر الشاب العراقي بهاء الحسناوي مصدرا بديلا للطاقة يفي بأغراض ضئيلة لكنها حيوية. تقوم الفكرة على الاستفادة من الطاقة الناشئة عن حركة القدم صعودا ونزولا داخل النعل وتحويلها إلى طاقة كهربائية تكفي لشحن الهاتف الجوال. الفكرة التي نفذها بهاء البالغ من العمر 30 عاما لم تكلفه أكثر من الجهد والوقت، فقد صنع هذا الشاحن البسيط من مكونات موجودة داخل كل منزل. الجزء الأساسي هو المولد، وقد انتزعه بهاء من لعبة أحد أطفاله وأجرى عليه الاختبارات اللازمة للتأكد من قوة الشحنة الكهربائية الصادرة عنه. وبعد التأكد من كفاءة المكونات والوصلات، صنع بهاء تجويفا داخل نعله لتثبيت المولد والأجزاء والوصلات الأخرى بداخله. لم يبق إذن سوى عملية ترميم النعل وإضفاء بعض اللمسات الجمالية عليه. ينتمي بهاء إلى مدينة كربلاء التي يقصدها مئات الآلاف من الزوار سنويا لإحياء عدد من المناسبات الشيعية، ولأن كثيرا من الزوار يفدون إلى المدينة سيرا على الأقدام ويقضون فترات طويلة فيها، فقد رأى بهاء أن أفضل طريقة لشحن هواتف هؤلاء الزوار تكون بالاستفادة من خطوات أقدامهم. هذه الشحاطة متكونة من دائرة إلكترونية زائدا ماكينة ميكانيكية، أجمعتهما وجعلتهما في الشحاطة بشكل فني تقوم بشحن الموبايل أثناء المشي وتستفاد للزوار القادمين إلى كربلاء المقدسة. اجتاز بهاء مرحلتي التفكير والتنفيذ، لكن بقيت له الخطوة الأهم على الإطلاق، وهي البحث عن ممول يقتنع بجدوى الفكرة لتبدأ بعد ذلك مرحلة الإنتاج والتسويق.